مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي القناة الثانية، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم كنوز مسرحية. نسهر الليلة مع ملكة الجريمة، كاتبة الغموض وأشهر كتاب الجريمة حول العالم، أغاثا كريستي. كتبت وبيعت نسخ لأغاثا كريستي حوالي مليار نسخة من رواياتها عبر العالم، كما ترجمت هذه الروايات إلى 103 لغة. أغاثا كريستي ولدت عام 1890 في إنجلترا لأب أمريكي وأم إنجليزية. تعلمت في البيت ثم التحقت بمدرسة داخلية لتعليم الموسيقى في باريس. سافرت إلى كثير من البلدان منها العراق ومصر والأردن، وكتبت أجمل قصصها في الشرق. قدمت حوالي 85 كتاب بين مسرحية ورواية. من أشهر الروايات التي حولت إلى أفلام لأغاثا كريستي فيلم قطار الشرق السريع، شاهد على المحاكمة، الجريمة النائمة، جريمة على النيل وغيرها. كما أن لها العديد من المسرحيات، من أبرزها بيت العنكبوت، القهوة السوداء، إخناتون، وهذه المسرحية التي سنسهر معها الليلة وهي مسرحية المصيدة. المسرحية المصيدة هي لون جديد، لون بوليسي، نقدر أن نعرضه في برنامجنا كنوز مسرحية، لذلك نقدم لحضراتكم اليوم لون درامي مسرحي جديد. ويساعدنا أن نحلل هذه المسرحية مع ضيف الليلة دكتور السيد محمد علي، الرئيس الأسبق للبيت الفني المسرح. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. الحقيقة احنا مش معتادين على تقديم هذا اللون من المسرح كثيرا، فدي يمكن المرة الأولى اللي نقدم اللون البوليسي لأغاثا كريستي، ويعني عايزين من حضرتك نلقي الضوء على أغاثا كريستي وإسهاماتها في هذا الفن، فن الروايات البوليسية. طب هي ما كانش طبعا دراساتها دراسة أدبية خالص ولا مسرحية، وزي ما انت حضرتك قلتي درست موسيقى وغناء يعني. ولكن هي طبعا تزوجت من واحد ضابط طيار في سلاح الطيران الانجليزي سنه 1914، وساعتها اتطوعت كانت ممرضه او يعني ده مؤهل كده تبع الجيش يعني، وكانت بتصحبهم في المعارك، وكان بتسافر وتلف مع جوزها في المعارك العسكريه. وبعد كده يعني بدات تفكر تكتب تحدي لنفسها يعني، فقدرت تكتب حاجه فيها تشوق. فحتى اختها كمان كانت بتحاول تتحداها انها ممكن تقدر تكتب حاجه فيها حاجه زي كده، فيها سسبنس، فيها تشوق. قدرت تعمل اول تجربه ليها. يعني برعت اكتر لما تزوجت الزواج الثاني سنه 30 من واحد عالم اثار. عالم اثار ده اللي هو ماكس مالوان، ده اللي هي خدت اسم ليه مستعار يعني. هي لما كانت بتكتب باسم أغاثا كريستي، كان جوزها الاولاني هو كريستي ده، كان بتكتب كل قصه بوليسيه باسم أغاثا كريستي. اما القصه اللي هي عاطفيه او غير بوليسيه تكتبها باسم أغاثا مالوان، باسم الزوج الثاني يعني. لما عالم الاثار لفت معاه بقى، راحت في الشرق وجت العراق وراحت مصر ولفت ايران ولفت العالم، وتبحث عن الغموض مع جوزها طبعا كان بيدور على الغموض والبحث عن الاثار. ده اثر فكرها واثر حياتها العقليه، فبدات تبقى مشهوره جدا في عالم القصص البوليسيه وعالم قصص الجريمه، وبدات تعمل الغاز وده خلاها لها صيت كبير جدا جدا، لدرجه ان كتير جدا من حوالي 30 قصه لها تحولها لافلام سينما يعني. غير ان في قصص لها تحولت لمسرحيات، يعني اكتر من 10 قصص تحولت لمسرحيات. لكن هي كتبت مسرحيات اصلا. المصاده دي كانت اسمها مصاده الفئران، كتبت مسرحيه، ومسرحيه اسمها اخناتون، والقهوه السوداء دي كانت مسرحيه كان كاتباها. وبالمناسبه المسرحيه بتاعت اللي احنا في صددها النهارده اللي هي المصيده او مصاده الفئران دي اتعرضت 25,000 ليله عرض. اتعرضت من رقم كبير جدا. اتعرضت 60 سنه من سنه 1952، 60 سنه اتعرضت المسرحيه ديت. ده يعني في بلاد العالم ولا في نفس المكان؟ نفس الفرقه. واتغير عليها 400 ممثل. 400 ممثل اتغير على الفرقه. نفس الفرقه عرضتها 60 سنه، نفس الفرقه واتغير عليها 400 ممثل. وكانوا مكتوب على التذكره من ورا كده رجاء ما تقولش لاي حد من القاتل، عشان المسرحيه تستمر. ما انت عرفت القاتل مش هتتفرج على المسرحيه. هنفقد عنصر التشويق اللي احنا بنروح عشان عشان ما تقولش مين القاتل. فضل يعيدوا المسرحيه 25 او عشان كان كده. دي تعتبر اطول مسرحيه في تاريخ المسرح الانجليزي. ده كل ده يعني ده رقم اسطوري، رقم أسطوري. كبير جدا. 25,000 ده دليل على انها مسرحيه كانت ناجحه جدا جدا، كانت مكسره الدنيا في انجلترا. كانت مكسره الدنيا في انجلترا. وفضلت كده لغايه 2012 بتتعرض، من سنه 52 لغايه 2012. يعني ده بيفصلنا عنها سنوات بسيطه جدا.
طيب يعني ده هيخلي التحدي اكبر بقى لما نتناولها مصريا كده بالشكل اللي احنا هنشوفه النهارده، اكيد تحدي كبير لانها مسرحيه ناجحه ومسرحيه قدمت على مدى 60 سنه زي ما حضرتك بتقول، لازم نقدم شيء بقى نضاهي بيه هذا النجاح. لكن يعني نتوقف عند اللون البوليسي عشان احنا ما بنقدموش كتير في الكنوز المسرحيه. ايه اهم سمات المسرح البوليسي لما نقدم مسرحيه بوليسيه؟ اهم السمات او العناصر واجب توفرها في العمل المسرحي البوليسي لكي ينجح ويلقى رواجا واقبالا بهذا الشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه. بص، هو مسرح التشويق ده يعني هو اهم حاجه سمعت فيه الغموض، الغموض الشديد جدا، وان انا ايه اخليك تشك في كل حاجه، عندك شك في كل، وتشك في كل فرد، وتخلي عندك حته انك انت مش قادر تعرف المؤلف هيوصلك لفين. مخك يشتغل في العرض، ما تنامش ابدا، ما تسرحش ابدا. لو حد كلمك ما تردش عليه، انت عايزين نعرف ايه الحكايه، طب قول كده بيقصد مين، طب توجه الاتهامات لكذا عنصر. اذا ما كانش نجح المؤلف من اول لحظه يعني ياخذ بعقليه المتفرج ويحطه معاه في دايره الغموض ودايره علامه الاستفهام، هيفشل تماما. وعشان كده المسرحيات ديت يعني عايزه حرفيه خاصه في الكتابه، حرفيه عاليه جدا في الكتابه. مش اي حد يكتبها، مش اي حد ياخد بعقل متفرج من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. يعني المسرحيات دي مش من النوع اللي احنا نقدر نشرب فيها كوبايه شاي ونرجع لا، ما ينفعش. نعرف ما الحكايه. ينفعش. لو مشهد فات مننا او يعني سين فات، خلاص كده هو مش هنقدر نتابع الاحداث او هيفوتنا كتير. ما ينفعش انا وانا بتفرج على مسرحيه مثلا ايه، قمت اشرب حاجه، رجعت المسرحيه من تاني عشان في جمله فاتتني. ما ينفعش. هنا هي معدة مسرحيا من قبل ماهر ميلاد، طبعا هي المسرحية الأجاثا كريستي زي ما حضرتك ذكرت طبعا، لكن هي إعداد مسرحي ماهر ميلاد. هل هي ممصرة؟ هل هو ادها الطابع المصري، يعني نجح في تحويلها؟ لأن برضو احنا كمصريين مش واخدين قوي على اللون البوليسي ده في مسرحنا، أو حتى في عالمنا الروائي برضو ما فيش كتير قوي قدم أفلام بوليسية إلا أقل القليل. فهل نجح إنه يديها الطابع المصري أو اللون المصري؟ ده نجح في ده، بس هو يعني ما تدخلش كتير في الاحداث، لان ما يقدرش يتدخل في الاحداث، لان الاحداث كلها تركيبه خاصه راكبه على بعضها، عامله زي العقد كده شابك في بعضه، ما فيش حرق، مش ممكن تحط خرزه مكان خرزه، مش مستحيل. فهو يعني غير اسماء البيوت، اسماء المناطق، اسماء البلاد، اسماء الناس، الشخصيات، بس انما ما اضافش حدث، ما تصرفش، لان هتبوظ المسرحيه منه. هنا المسرحية بتبدأ بمجموعة من الغرباء بتضطرهم الظروف الجوية السيئة إن هم يتجمعوا في فيلا منعزلة في الإسماعيلية. البداية كده فيها تهيئة لمكان الجريمة وتهيئة لظروف الجريمة بشكل جيد جدا. نتكلم برضو عن تهيئة المكان والزمان بالجزئية دي، إنه مكان منعزل، ظروف جوية سيئة. هو أساسا في سيدة ورثت قصر عن ابوها كده، والاصل هي متزوجه حديثا مده سنه من واحد ما تعرفش عنه حاجه خالص، يعني الشخصيه نفسها جوزها ما تعرفش عنه حاجه خالص غير انسان كويس، يعني اهله وهي بتقول مقطوع من شجره يعني. فقررت تحول القصر ده الى بنسيون، وعملت اعلان في الجرايد، فناس بعتوا يحجزوا عشان يقيموا في المكان ده الفتره ديت، وهم كلهم جايين اليوم ده. هو واحد بس اللي ظروف العمده، هي الظروف اللي عملوا سامي المغاوري، هي الظروف بس الجويه هي اللي خليته يجي غصب عنه المكان ده. انما كل الجين دول حاجزوا في مكان وجم وهم ما يعرفوش بعض، جم في مكان في ظروف، فيها عواصف، فيها امطار، جو ملبد بالغيوم، يعني في الحقيقه غائبه، يعني المساله ما هي ظروف مهيئه تماما للمسرحيه، المؤثرات الصوتيه، نور يقطع نور يجي، الحكايه ديت، اللبس بتاعهم اللي كلهم لابسين اسود، المعطف، الحاجات دي كلها شيء بتحطك جوه عنصر الغموض وعنصر التشويق في العمل المسرحي، على الطريق ناحيه الجريمه. على ناحيه الجريمه. طيب هنا الشخصيات كلها شخصيات متحفظه، غامضه، محاطه بالاسرار. هل ده طابع الشخصيات في المسرح البوليسي او الروايه البوليسيه؟ يعني كلهم مدعاة للشك من اول لحظه لاخر لحظه. لا، في المسرحيه دي بس. انما الروايات المصريه ممكن يبقى في شخصيات معروفه وكده، ويبقى هو الغموض حوالين شخصيه او اتنين، ولكن هي الكاتبه حاولت تحط ان الغموض في كل الشخصيات ديت، لان كلهم جوه المصياده ديت، فهي خلت حتى الزوج والزوجه ما يعرفوش بعض، وحتى كل واحد مش جايب اسمه الاصلي، يعني كل واحد ليه اسم اخر وهو مش عايز يعلن عنه، كلهم لابسين اقنعه،
فدي مزيد من الغموض، مزيد من، عشان كده المسرحيه قعدت 60 سنه. تستحق بالشكل ده اكيد. طب حضرتك كلمتنا برضو عن المؤثرات الصوتيه، هي اعداد الموسيقي المسرحيه محمد عثمان والديكور لمجدي رزق. راي حضرتك في المؤثرات الصوتيه واسهامها في احداث حبس الانفاس اللي احنا محتاجين له في المسرح البوليسي، وفي نفس الوقت برضو الديكور ومدى ملائمته للحدث؟ هو المؤثر الصوتي انت تحسي بيه اكتر وانت جوه المسرح. لان لما نسمع مثلا صوت مثلا رعد، صوت مزيكا مره واحده، صوت طلقه نار، صوت مش عارف ايه، اي اصوات دي جوه المسرح بتحسي بتهز جسمك وانت قاعده في المسرح. انما من خلال التلفزيون بيبقى المؤثر الصوتي ضعيف للمتفرج، لكن في المسرح فعلا لها تاثير قوي جدا المؤثرات الصوتيه ديت. فهي فعلا نجحت انك تخليك وانت قاعده في المسرح خايفه تتحركي يكون القاتل وراك، يكون القاتل جنبك، يطلع لك من اي حته يعني. في ايقاع سريع جدا في المسرحيه يحسب بقى للمخرج سعد اردش. هو ابدع في نهايات الفصول، يعني فصل بينتهي باشهار مسدس، فصل بينتهي بالمقتل ومش عارفين طبعا مين القاتل. سرعه الايقاع، المشاهد السريعه جدا، ما فيش ابدا اي مط او تطويل. راي حضرتك في اسلوبه في اخراج هذه المسرحيه وادواته اللي استخدمها؟ رغم ان ده غريب عن سعد اردش. سعد اردش ده يعني اسلوب المسرح الملحمي، المسرح بريخت ده هو اصلا اسلوبه في المسرح، هو دايما لغايه اخر لحظه. حتى المسرحيه اللي اخرجها الشبكه، اخر مسرحيه اخرجها كان عامل عن بريخت يعني. وده اسلوب مختلف يعني. مسرحيه فاسبنس وفيها جريمه، ده يدل انه فنان متعدد المواهب. لا، نجح نجاح كبير جدا جدا انه يقدم ده، وان ياخدنا من اول لحظه لاخر لحظه في المسرحيه في تشوق وترقب شديد جدا جدا جدا. وان هو كمان حركه الممثل، حركه الممثلين جوه العرض حركه عصبيه، حركه فيها توتر، حركه فيها قلق، فيها شك، فيها ريبه. يعني حتى عمل حركه لسام مغاوري بيدخل يطلع ويتحرك بطريقه معينه كده، ما تعرفش ده مين، اصله ايه، حكايته ايه. كل متوتر، كل قلقان، الكل خايف. ده نجح جدا سعد اردش في ده. طيب نروح للشخصيات، وعندنا إلهام شاهين صاحبة الفيلا دي، أو يعني البانسيون أو الأوتيل الصغير ده. هي طول الوقت برضو متوجسة وقلقة جدا، وسلوكها ده بيدينا إحساس بأن قد يكون لها علاقة بالجريمة، ودور برضو جديد على يعني إلهام شاهين. رأي حضرتك في إلهام شاهين في الدور؟ كانت في فترة نجمة سينمائية وتقدم أفلام تعتمد على جمالها وشكلها ودلعها وكده. لا، هنا قدمت دور جد جدا ودور مهم، بتقول للناس لا، انا في وجه اخر مني، انا ممثله جيده. وهي خريجه معهد. انا فاكر انا حضرت مشروع التخرج بتاعها على مسرح السلام. يعني انا فاكر هي بتاكد هنا انها ممثله مسرح جيده جدا، وان هي عارفه ادواتها كويس جدا، وبتقدر تبين قد ايه الانفعال الداخلي بتاعها. بتمثل، بتقدم الشخصيه اللي هي المركبه، اللي هي بتحاول تخفي حقيقتها وتحاول تظهر شيء آخر لا يعلمه الآخرين، تشهر حاجة تانية، تلبس قناع قدام الناس، لأن هي برضو لابسة قناع. بتحاول تبين ده. احنا بنحس ان وراها حاجة، بنحس ان لا، دي مش حقيقتها، بنحس ان هي مدارية حاجة. لأن نجحت في ده قوي جدا يعني. انا شايف انها موفقه في الدور ده. يوسف شعبان بقى، ويعني في مشاهد بتجمعهم على خشبة المسرح معانا على الشاشة. هو زوجها، وهو من البداية كده بيبين ان هو بيكره السيدات الكبار السن، وده يعني برضه بيجعل هناك علامات استفهام عليه وعلى علاقته بالجريمة. رأي حضرتك في يوسف شعبان في هذا الدور؟ لا، هو بص، هو الدور ليوسف شعبان يعني دور اصغر من قامه يوسف شعبان. يوسف شعبان دوره اكبر من كده. هو ده بقى الممثل اللي شال الدور، هو شال الدور بتاعه. لانه دور يوسف شعبان يعني مش بصعوبه دور الهام شاهين، ولكن هو قدر يشيل الدور وقدر يبين ان هو بيكره المراه دي. طبعا المبررات مش موجوده طبعا يكرهها، وان هو يعني بدا يشك وفي قلق، وحتى بدا حته ناحيه الزوجه يبقى في صراع خفيف بينهم كده، رغم انهم بيحبوا بعض، ويبين حتى ان هو برضه هو مجهول الاصل. لا، انا شايف يعني ان يوسف باين شعبان حتى من الملابس على الشاشه. يعني يمكن مخرجنا اشرف رزق جايب لنا بعض المشاهد، الملابس السوداء اللي حضرتك ذكرتها والمعطف المعلق على الشماعه، يعني كلها برضو حاجات لها علاقه بالحس، الترقب والتشويق والبوليسيه شويه في التناول. ايوه يوسف شعبان قدم دور يعني في حدوده. بس انا شايف ان يوسف شعبان يعني يشيل دور اكبر من ده. نروح لمحمد وفيق. محمد وفيق هو الضابط، يعني هو قدم دور الضابط اكتر من مره، لكن هنا هو ضابط هو نفسه عنده برضو حاجات هنكتشفها عنه فيما بعد، وقدر في نفس الوقت ان هو يعري جميع الشخصيات ويظهر لنا
ما بها من اسرار يعني من خلال تحقيقاته معاهم. راي حضرتك في دوره؟ هو دخوله عمل تغيير في مناخ المسرحيه، في جو المسرحيه. لان احنا قعدنا فتره شايفين السته دول مع بعض، الست شخصيات بتوع المسرحيه مع بعض. دخل واحد عرى كل الشخصيات وفهمنا ان كلهم لابسين اقنعه. كان مهم جدا دخول الشخصيه ديت، وهو كمان عنده حضور عالي جدا في المسرح، لدرجه ان هو المشاهد اللي هو بيتكلم فيها انت ما بتشوفيش غير محمد وفيق بس، بتبص له هو بس. فهو انا شخصيه تحس ان هو داخل فاهم بيعمل ايه، داخل عارف حقيقه الناس ديت، داخل في رساله محدده او في شيء محدد عاوز يعمله. انت بتحسيه ده. ف وبيعمل تحس في ان الميزان مال ناحيته يعني في جميع الشخصيات اللي قدامه يعني. فهو كان ممتاز في الشخصيه حضوره دي. كان حضوره قوي على جدا المسرح. جدا جدا. طيب هنا بقى الضحية إحسان القلعاوي، هي سيدة من البداية مستفزة ناقدة لاذعة للجميع في من حولها، هجومية جدا، وعملت ثنائي لطيف جدا مع نبيل دسوقي الضابط المتقاعد، ويمكن عندنا مشاهد برضو على الشاشة لإحسان القلعاوي. اتفضل حضرتك، رأيك في أداء إحسان القلعاوي الضحية بقى؟ دي ممثله قديره، محدش يقدر يتكلم عن ادائها، ممثله قديره. وحتى الادوار الكوميديه بتقدمها جميل جدا، الادوار اللي هي فيها شر بتقدمها جميله جدا. الدور ده بتاع السيده المتسلطه اللي هي حاده، انا شايف انها ناجحه فيه جدا الدور ده. وبرضه هي وجودها حضورها قوي جدا على المسرح، فهي نجحت. انا شايف انها نجحت تماما في الدور ده. ما حدش بحس انك تقولي مش ممكن حد ما يعمل ينفعش الدور ده. نعمل بديل ليها. ما فيش بديل ليها، ما حدش يعمل غير الدور ده غير احسان القلعاوي. جورج سيدهم كان موجود في المسرحية في دور المهندس خاطر، وهو برضو شخصية غامضة، دايما بيردد أغاني الموت والقتل، وعنده حركات جنونية بيقوم بيها برضو بتثير الشك فيه، لكنه أضفى روح من الفكاهة أو يعني خفة الظل في المسرحية علشان يخفف من الأجواء القاتمة للمسرحية شوية كجريمة يعني. هو ابتسامة العرض. وأنا أعتقد المسرحية ديت هي إنتاج الفرقة بتاعت جورج سيدهم المسرحية، لأن أمير سيدهم هو مدير الإنتاج بتاع الفرقة ديت. وجورج سيدهم جاي هنا عشان دوره ان هو عامله مخصوص عشان يخفف من حده بعض المشاهد. هو دمه خفيف وكان بيعمل افيهات كوميديه بس جوه، يعني مش فرس ويخرج بره، لا ده جوه اطار الشخصيه، دور شخصيه. كان ناجح جدا في ده، ويبين قد ايه الممثل الكوميدي لما يحب يقدم كوميديا جوه اطار الشغل وما يعملش فرس وما يخرجش بره، بيقدر يقدمها بشكل صح. قدمه بشكل صح يعني. سامي مغاوري هو العمده، وهو شخصية برضو مخيفة وملامحه حادة جدا. رأيك في أداء سامي مغاوري؟ كنت حضرتك أشرت إليه في بداية كلامك. سامي مغاوري بده أكبر من كده. سامي مغاوري كدور يعمل أكبر من كده 3 4 مرات. سامي مغاوري ممثل كبير جدا وقدير جدا، وأنا شخصيا مثل لي أكتر من مسرحية. ولكن أدى الدور في حدود المرسوم له، أداه كويس جدا بحيث إن إحنا يتشك فيه، نحس إن هو هل هو فعلا عمدة؟ هل هو ممثل العمدة؟ هل هو بيمثل شخصيه غير شخصيته؟ نفضل نشك فيه لغايه اخر لحظه. لا قدمه طبعا كويس سامي، يعني هو سامي شال الدور. طبعا يعني احنا بنتكلم عن يعني مسرحيه بوليسيه، لكن في نفس الوقت هي بتلقي الضوء على مشاكل الطفوله وتاثيرها في الشخصيات. هل هم هيقدروا يتعدوا مشاكل الطفوله دي، ولا بتفضل شاخصه معاهم ومؤثره فيهم وفي تصرفاتهم يعني فيما بعد؟ رايك برضو في المعاني اللي بتقدمها المسرحيه الى جانب اللغز او فكره يعني المشكله اللي بتبحث عن القاتل، من القاتل او غيرها؟ المسرحيه في حد ذاتها ان هي معموله للتسليه يعني، ولكن في معنى اخر بيقول لك ان يظل متعلق في ذهن اي انسان طفولته متعلقه في ذهنه، ومأساته في الطفوله بتتعلق في ذهنه حتى لما يكبر وتعمل له عقده نفسيه. عشان هم برضه بتدعو المسرحيه دي برضه ان احنا يعني نشرك الاطفال، لان الطفل انت ما بتقضيش عليه، انت بتقضي عليه وتقضي على اخواته كمان لما يكبروا يعني. فلا هي طبعا يعني خصوصا المأساة اللي متقدمة يعني صعبة قوي قوي، ان الطفل يموت من الجوع يعني صعب قوي. احنا هنترك الساده المشاهدين يتفرجوا على المسرحيه، ونرجع بعدها نتكلم عن النهايه لهذه المسرحيه وملاحظاتك عليها، لان حضرتك يعني قلت لي ان لك ملاحظات عاوز تقولها بعد العرض، فننتظر كده الساده المشاهدين يستمتعوا بهذه المسرحيه معنا. مسرحيه الليله هي المسرحيه البوليسيه المصيده، قصه اجاثا كريستي، الاعداد لماهر ميلاد، بطوله الهام شاهين، يوسف شعبان، جورج سيدهم، احسان القلعاوي ومجموعه من النجوم، والاخراج لسعد اردش. مشاهده ممتعه ان شاء الله، ونذكر حضراتكم اننا باقون
معكم من أجل مزيد من المتابعة بصحبة الدكتور السيد محمد علي الرئيس الأسبق للبيت الفني للمسرح، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى حضراتكم بعد مشاهدة هذه المسرحية البوليسية الممتعة المصيدة. وما زال يشرفنا الدكتور السيد محمد علي الرئيس الأسبق للبيت الفني للمسرح. أهلا بحضرتك من جديد. طبعا نهاية غير متوقعة، ونسأل حضرتك عن النهاية، يعني رأيك فيها إيه؟ وهل النهاية غير المتوقعة دي جزء من سمات مسرح الجريمة؟ طبعا هي غير متوقعة ان احنا ما نتجاني، فنكتشف ان الجاني ده ابعد واحد ممكن ان احنا نعتقد ان هو الجاني وهو القاتل يعني. طبعا حضرتك كنت بتقول ان ليك ملاحظات على هذه المسرحيه، نعرفها من حضرتك، يعني ابرز ملاحظاتك على المسرحيه بعد مشاهدتها. ابرز ملاحظاتي المبرر الدرامي لتواجد هذه المجموعه في هذا البنسيون. يعني مثلا اعلان اتعمل في الجورنال، فالناس جم على البنسيون دول، نلاقي فيهم على الاقل 4 ليهم علاقه بالقاتل. عرفوا بعض ازاي، اتجمعوا ازاي في المكان ده، جم ازاي؟ مفيش مبرر درامي. يعني البنت اللي هي اكتشفنا ان اخوها هو القاتل ده، جت البنسيون اهوت، البنت كان عايشه في بيروت، جت البنسيون ده جت امتى؟ جت ليه؟ الضابط هو اللي طلع قاتل. الضابط ده ايه اللي عرفه ان في ناس موجودين في البنسيون دول لهم علاقه بالجريمه بتاعته، لهم علاقه بخلفيات حياته، والست اللي هي اللي قتلها ديت، ده هم كلهم نازلين باسماء مستعاره في البنسيون. مفيش اي مبرر يقول الناس دول جم هنا ازاي واتقابلوا ازاي، وده اضعف حاجه في المسرحيه. لازم يكون مبررات. انا جيت مكان فيه مبرر يجيبهم. لما الجزمه اللي هي البراقبه دي ضاعت، قعدوا يدوروا عليها ونسيوا ان هم في جثه اختفت، ما حدش فاكر يدور عليها. جثه كامله اختفت القتيله يعني. مهم جدا يبقى في مبررات، مبرر عشان نقتنع. انما كده بدون اقتناع كده اعرف هم خلاص جم وطلع ده القاتل وطلع ده اخوه وطلع البنت ديت تعرفه وده يعرف ده، وعلاقاتهم ببعض في سلسله موجوده فيهم، هم اطراف سلسله كلهم. طب جم هنا ازاي؟ يعني برغم ميزات العمل في التشويق والإثارة وغيره، لكن حضرتك شايفه انه بيفتقد إلى تقديم مبررات منطقية طبعا لبعض الأمور. الكلام ده مثلا لو كان المكان اللي هم جايين فيه ده ليه علاقة بطفولتهم وليه علاقة بحياتهم، جايين مثلا يشتروا المكان ده حاجة معينة، أو هم ما لقوش غير الفندق ده عشان ينزلوا فيه، فاتجمعوا بالصدفة لأن هم مرتبطين بحاجة هيعملوها في المكان ده. لا، مفيش أي حاجة خالص. ده الإعلان اتعمل في بنسيون في إسماعيلية، وجريمة القتل أساسا والأحداث كلها أساسا كانت في القاهرة. الست اللي اتقتلت بيدوروا على القاتل كانت في القاهرة، وهم جايين إسماعيلية. ليه؟ ده أضعف حاجة في المسرحية. بشكل عام بقى أخيرا، يعني احنا مفتقدين لهذا النوع من المسرحيات طبعا ومن مسرح الدراما. جميل جدا وفي تشوق جميل، ويعني هو ممكن يتعمل في مصر حاجه فيها سسبنس، بس مش جريمه قتل يعني. حقا عائله سعيده يعني. الطفل صحيح. اتوجد، والطفل ده ابن مين، فكل واحد بقى يشك، وعمليه شك طول المسرحيه، وكانت جميله يعني. كان طابع كوميدي وعرضناها يعني من خلال البرنامج هنا. أنا بشكر وجود حضرتك معانا وإضاءتك على هذه المسرحية اللي بتشكل لون جديد بنقدمه عبر كنوز مسرحية. شكرا جزيلا للدكتور السيد محمد علي الرئيس الأسبق للبيت الفني للمسرح. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. شكرا لحضراتكم. بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من كنوز مسرحية. على وعد بلقاء الأسبوع القادم بحضراتكم. لكم منا أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.